اليوم جيتكم بوصفة لاصيدة الفستق، عملتها بزوز أنواع. عملت واحد بالكريمة والآخرين عملتهم شوكولا دبي. ما نحكي لكمش على البنة اللي جات فيهم، نودكم ولا نشهيكم. ما تبخلوش عليا بجمعتكم وكومنتاراتكم، وما تنساوش تتابعوني على الانستغرام وتيك توك والفيسبوك واليوتيوب. وكان تحبوا تعرفوا الطريقة تابعوني حتى الآخر فيديو. خذيت كاسرونة حطيت فيها 200 مليلتر حليب، 200 مليلتر ماء، 50 جرام سكر، 125 جرام بات دو بيستاش، مغرفة كبيرة نستلي، و50 جرام فرينة. ونخلط المكونات الكل مع بعضهم بالكدا باش تتنحك الكعابر متاع الفرينة، ونهز نطيبها على نار تكون قليلة، ونقعد نخلط ما غير ما نوقف على التحريك لين تولي تغلي وتتماسك. وهذه بعد ما طابت تكون هكايا بالتكستور، هذه تكون لا هي جارية لا هي عاقدة. خذيت الكيسان هذوما، تنجموا تاخذوا اي كيسان ولا اي صحاف تكون متوفرة عندكم في الدار، ونصب فيهم الخليط اللي حضرته هو مازال سخون. تويكا باش نحضروا الكريمة، حطيت اصفر متاع عظمة ومغرفة كبيرة سكر ونخلطهم مع بعضهم. كان تحبوها حلوة تنجموا تزيدوا في السكر. ومن بعديكا نزيد 250 مليلتر حليب ونرجع نخلطهم، ونحط مغرفة كبيرة بات دو بيستاش ومغرفة كبيرة نشاء، ونرجع نخلطهم بالكدا بالكدا. ونهز نطيب الكريمة على نار تكون قليلة، ونقعد نخلط ما غير ما نوقف على التحريك لين تولي تغلي وتتماسك. وهذه هي التكستشر متاع الكريمة بعد ما طابت، تكون بالطريقة هذه وهي مازالت سخونة باش نصبها فوق الطبقة الأولى اللي خليتها بردت كما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. بالنسبة للكريمة جاتني في 3 كيسان، وزوز كيسان الاخرين باش نعملهم شوكولات دبي. فضلت لي شوية كريمة دونك صبيتهم في الكيسان هذوما اللي باش نعملهم شوكولات دبي. خذيت كمية صغيرة متاع العجينة متاع الكنافة وحمرتها في شوية زبدة. بعد ما تصيب وهي مازالت سخونة باش نزيد لها مغرفتين كبار بات دو بيستاش ونخلطهم الكل مع بعضهم بالكدا. ومن بعديك نحطها فوق الطبقة متاع الكريمة بعد ما خليتها بردت كما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. وباش نحضر الجلاساج خديت طابع شوكولاتة فيه 50 جرام، قصيته بالطريقة هذه وزدت معاه مغرفتين كبار كريم ليكيد ونهز نذوبهم مع بعضهم. ونصب الجلاساج فوق الكنافة ونستويها بالقدام الفوق، ونهز نحط العصيدة في الفريجيدير مدة ساعة ولا ساعتين لين يشدوا رواحهم بالقدا قبل ما نزينهم. بالنسبة التزيين هذوما اللي حطيت فيهم الكريمة باش نزينهم من الفوق بالفستق رحيته شوية وكعبية فستق صحاح باش نحطهم في الوسط. والتزيين يرجع ليكم، كان ما تحبوش تحطوا الفستق تنجموا تحطوا اللوز مرحي. وهذه كانت وصفتنا لليوم اللي هي عصيدة الفستق. ان شاء الله عجبكم الفيديو وتجربوها وتقولوا لي كان عجبتكم، ونتلقاو ان شاء الله في مزيد من الوصفات.